السلام عليكم، يومكم جميل سعيد ان شاء الله من سيدي بشر الان. تمام، انا دلوقتي في سيدي بشر اهو، بس انا عامله زوم كورنيش سيدي بشر. دلوقتي بيتم وضع يعني بدايه اعمال الرصف طبع الطبقه الاولى اللي هي قبل الاسفلت. طبعا احنا عارفين تمت التوسعه، اعمال الجزيره الوسطى اخدنا جزء كبير عشان نبقى 5 حارات رايح و5 حارات راجع. بس على فكره عدد الحارات هنا بعد ما نوصل للجزيره بصوا اوسع من عدد الحارات اللي هناك، يعني حتى لو هنا 5 حارات تمام هناك تقريبا 3 حارات، مش نفس الاتساع اللي زي عند المندرة. بس مش في كل كورنيش طبعا، هو من اول اشارة سيدي بشر لحد كده بير مسعود تحسوا الجزء اللي على يعني اللي انا فيه ده بعد اضافة طبعا الحارات الجديدة والجزء اللي هيتم وضع عليه الاسفلت ولحد الجزيرة تحسوا اوسع من الجزء اللي هناك اللي ناحية العمارات اللي هي الحارة القبلية. هنقول الحارة القبلية والحارة البحرية، الحارات بقى اهو. تمام زي ما انتم شايفين انا عامله لكم زوم عشان ما ينفعش مفيش حته طبعا امشي فيها هناك واسوي. يبقى زي ما احنا شايفين داري وضع الطبقه الاولى قبل اعمال الرصف النهائيه. بصوا اتساع الجزيره اتساع الطريق زي ما بقول لكم. الحارات البحريه هنا اوسع من الحارات القبليه اللي ناحيه المنازل. ما علينا يعني ما علينا، المهم يخلص على خير ان شاء الله. هنمشي كده. بصوا هو من اول ميامي بدأين شغالين كده من قدام نادي وادي دجله. هنروح كده ونوريكم الاعمال ونشوف وصلوا لحد فين. خليكم معانا. طبعا احنا لينا باع كبير وذكريات كتيره مع اعمال التطوير اللي بتحصل في اسكندريه، مع توسعه الكورنيش وتغيير شكله. يعني الحقيقه من سنتين اهو واحنا متابعين الاعمال. احنا قدام بير مسعود تحسوا كده فيه عشره، عشان كده يعني الواحد اي تغيير بيبقى حابب يصور قدر الامكان طبعا. اهو بصوا يا مسهل. انا بقى هروح ناحيه محمد نجيب ونشوف اعمال الرصيف اللي هو بنوسعه، لان كان في الرصيف الصغير اللي كان عرضه متر دلوقتي بيجددوه. هنا اهو بوضوح. هنكمل معاكم بقى لمحمد نجيب، خليكم معانا. احنا دلوقتي امام مطلع كوبري محمد نجيب او كوبري اللواء المحجوب رحمه الله. تمام، وشايفين اعمال تكسير ونزلت صورة على السوشيال ميديا اهدار للمال العام، لسه عاملين الرصيف الجديد وبيكسروه تاني. يا جماعة الخير، اولا ده مش رصيف جديد، ده كان معمول مؤقتا لحين الانتهاء من اعمال كوبري محمد نجيب، وهي اليافطة محطوطة من وقتها. لو فاكرين حتى الناس كتير على السوشيال ميديا قعدوا يقولوا ايه الرصيف الصغير ده هنمشي ازاي، فالمحافظة تمام وشركة الغرابلي وحطوا اليافطة دي ان ده رصيف مؤقت. واحنا دلوقتي طبعا خلاص انتهينا من كل حاجة تخص كوبري محمد نجيب، فكان لازم يتم اعادة بقى ايه تعديل اللي هو مساحة الرصيف. تمام، فدلوقتي خلاص اخدوا المقاسات اهو زي ما انتم شايفين. هيبقى مساحة الرصيف لحد هنا بعرض 5 متر وجاري الاعمال. وطبعا بعد كده يعني الرصيف المشاة هيبقى لحد هنا الجزء ده، وبعد كده كل ده هيبقى طريق المرور. ماشي. وصورت لكم على فكره من يومين مع بدايه غلق اشاره سيدي بشر كانوا حطوا بلوكات دي، وجيت قلت لكم هيبداوا العمل، وفعلا اهو احنا جينا بعد كده 3 ايام بداوا العمل بالفعل. يا مسهل ان شاء الله، ربنا ييسر ويخلصوا. تطوير الحقيقة في اسكندرية والأعمال في كل حتة في اسكندرية تخلص على خير يا رب. اهو كل ده ناقص ايه بقى؟ ناقص ايه يا اسكندرانية؟ ناقص يفتحوا لنا منطقة الألعاب اللي تحت المنطقة الترفيهية عشان نجربها، عشان كده الواحد يبقى مخنوق يجي يقعد نشوف أجواءها ايه. مش هنحكم غير بعد ما يفتحوها إن شاء الله. حبيت اوريكم اللي بيحصل. تمام اهو كل ده ماشي. كل ده الجزء ده اهو الحد بتاع الرصيف. تمام، وبعد كده بقى البحر والشواطئ ان شاء الله. تغيير للافضل، اسكندريه بتتغير يا رب التغيير للافضل.
زي ما انتوا شايفين. يا موسى اهو. خلاص هو الحد يعني بصوا بوابة الشاطئ اللي جاي خلاص، يعني من اول ما اطلع الكوبري لحد بوابة شاطئ اسحاق حلو. طبعا شايفين ده هيبقى الطريق وده هيبقى حد الرصيف. حبيت اوريكم بس ايه الاعمال اللي بتحصل عشان تبقوا ماشيين. وهنا على فكرة ما كانش الرصيف بلاطات، كان عبارة معمول كده بأسمنت يعني اهو. ما كانوش لو تلاحظوا، لو فاكرين ان الجزء ده ما كانش اتعمل فيه بلاطات رصيف بلاطات وكده وشلنا البلاطات ورميناها واهدرنا، لا ده كان معمول كده زي طبقة ايه اسمنتية لحين الانتهاء. المهم نكمل ناحية شارع محمد نجيب ونشوف اخر التطورات، خليكم معانا. اهو زي ما قلت لكم لحد بوابة الشاطئ تمام. من اول هنا بقى ايه محطوط رصيف بالبلاطات العادية خلاص، لكن الجزء ده كله كان لسه خرسانة تمام. طبعا وهنا زي ما احنا عارفين اللي جاي من سيدي بشر بديل اشارة سيدي بشر اهو. الشارع شغال جميل جدا الحمد لله. اللي بيعدوا منه يقولوا لنا اخبار السيوله المريه ايه. شارع محمد نجيب بقى اتقفل خالص تماما، مفيش اي ستير منه. هنمشي كده قدام ونشوف اهو الحمد لله. يعني احنا بقالنا 4 ايام على غلق اشاره سيدي بشر، قولوا لنا ايه الاخبار. طبعا هنا يعني شركه حسن علام والموقع عشان اول كوبري في محور محمد نجيب زي ما احنا عارفين، كوبري تقاطع جمال محمد نجيب جمال عبد الناصر والاعمال، وشارع خالد بن الوليد اللي هو بدل سيدي بشر اشاره سيدي بشر. هنمشي بقى كده نكمل محمد نجيب عبد الناصر ونشوف ايه الاخبار، خليكم معايا. وشارع خالد بن الوليد اهو الدنيا سلسه والدنيا جميله الحمد لله، واللي بيطلع كده زي ما احنا عارفين على المنشيه ان شاء الله خير. يعني وانا دلوقتي اول العيساوي من محمد نجيب اهو، ما مشيتش الحقيقه كده لاني زحمه، فتصوير تاني اكون يوم تاني ان شاء الله اكون جايه من قبلي بقى واشوف الوضع قبلي كاملا ان شاء الله. ده شارع العيساوي اللي هو بقى اللي جاي من المنشيه وجاي من سيدي بشر الترام وكله رايح بقى على سيدي بشر تمام. سيدي بشر الحي وخالد الوليد للي جاي، يبقى ده رايح وخالد الوليد جاي. ما دخلت شارع محمد نجيب عشان كان زحمة جدا جدا، فقلت يوم تاني اكون جاية من قبلي ان شاء الله واصوروا التفاصيل واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله على خير. السلام عليكم، جيجي رضوان.